مستمعي هيفي اف ام الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم. نقدم لكم نشرة موجزة لاهم الاخبار، نبداها بابرز العناوين. محمود عثمان على المالكي عدم التدخل في شؤون كركوك. حزب الشعوب الديمقراطي يدعم مشروع رئاسة تركيا بشروط. فرنسا تعلق العمل باتفاقية شنغن. مرحبا بكم وإليكم التفاصيل. انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أمس الجمعة تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المطالبة بضرورة إعادة كركوك إلى الحكومة المركزية. وأضاف عثمان بأن المالكي سلم ثلث البلاد لتنظيم داعش، داعيا إياه لعدم التدخل بموضوع كركوك. وشدد عثمان على أن المالكي ليس من واجبه المطالبة بإخضاع كركوك إلى الحكومة المركزية التي هو بالضد منها، بل عليه دعم القوات الأمنية لتحرير المحافظات التي سقطت بيد داعش في عهده. وأكد عثمان بأنه بدلا من اللجوء للمزايدات وخلق الفتن، عليه الابتعاد عن المشاكل الجانبية التي تخلقها الحكومة المركزية، وأن لا ينسى أنه كان المسبب الرئيسي في سقوط الموصل وانهيار الجيش العراقي. أعلن حزب الشعوب الديمقراطي بعد ظهور نتائج الانتخابات التركية التي جرت الأسبوع الماضي بأنه سوف يقوم بدعم مشروع الرئاسة التركية الخاص بالمصالحة الذي تبناه حزب العدالة والتنمية التركي إذا ما تم إعطاء الكرد حقوقهم. وفي السياق نفسه أفاد مجموعة من المسؤولين في حزب العدالة والتنمية التركي بأنهم لم يتباحثوا لحد الآن بهذا الخصوص، وأنهم يستبعدون وجود أي خطة لديهم لهذا الأمر في الوقت الحاضر. كشفت شركة تويوتا سر حصول تنظيم داعش على 9000 من سيارات جيب وبيك أب من طراز تويوتا استجابة لطلب أمريكي. فبعد سؤال شركة تويوتا من واشنطن، كان جواب فاتورة شراء المالكي ل10,000 سيارة تويوتا رباعية الدفع. وكشفت الشركة أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي اشترى 10,000 سيارة تويوتا رباعية الدفع لاستعمالها من قبل وحدات الأمن وفرق الحراسة وبعض وحدات الجيش، ولكن عندما سيطر داعش على الموصل ونينوى وتكريت حصل على 9000 سيارة تويوتا رباعية الدفع بيضاء اللون، وأصبح يستعملها في العراق وفي تنقلاته في سوريا بحسب صحيفة الديار اللبنانية. وكان مسؤولو مكافحة الإرهاب الأمريكيون طلبوا من شركة تويوتا مساعدتهم في الكشف عن المصدر الذي يحصل منه داعش على سيارات جيب وبيك أب من طراز تويوتا. علقت فرنسا العمل باتفاقية شنغن مؤقتا، وذلك ضمن إطار التدابير الأمنية التي تتخذها لاستضافة قمة التغير المناخي الذي سيحضرها زعماء من دول عدة، والتي ستبدأ فعالياتها في 30 من الشهر الجاري في العاصمة باريس. أكد وزير الخارجية الفرنسي برنارد كازانوف أن السلطات الفرنسية ستقوم بعمليات تفتيش في البوابات الحدودية لمدة شهر كامل، وستوقف العمل باتفاقية شنغن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التدابير الأمنية المتخذة لاستضافة القمة. وأكد كازانوف أن هذه الخطوة لا تعني إلغاء العمل بالاتفاقية بشكل نهائي، وأن بنود الاتفاقية تتيح للدول الأعضاء صلاحية تعليق العمل بها لفترة وجيزة. والجدير بالذكر أن زعماء العالم سيناقشون سبل مكافحة مشكلة الاحتباس الحراري خلال القمة التي ستعقد بإشراف الأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 11 من كانون الأول ديسمبر المقبل. مستمعي هيفي اف ام، كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع وطابت أوقاتكم.